قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه؟ وحشتوني بقالي كتير قوي ما قعدتش قدام الكاميرا كده، حاسه ان انا متوتره زي ما يكون اول مره اصور. بس تمام، هتستحملوني على كده وتتقبليني على كده. ولو في دوشه في الفيديو هحاول اشيلها، لو ما عرفتش اشيلها والفيديو نازل وهو في دوشه تستحملوني برضه، مش مبرر. اول حاجه عايزه اتكلم فيها، النهارده يوم مهم جدا 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 بالنسبه لي. انا بصور كتوثيق ليا، يعني توثيق للفيديو ده، لان هو النهارده يوم مهم جدا 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 بالنسبه لي. في حاجه مهمه جدا هتحصل في اخر الفيديو وفي نص الفيديو. صوتي جاي يروح دلوقتي، ما علينا. وهصور اليوم كله معاكم وهنشوف بقى. تمام. عايزه اتكلم معاكم في كذا حاجه بالنسبه لثانويه عامه، عشان عارفه ان الاغلبيه اللي بيتفرجوا عليا ثانويه عامه وبينتظروا تحفيز وفيديوهات مهمه وكده، وانا كنت غايبه الفتره اللي فاتت. اوكي، انا الفتره اللي فاتت ما كنتش احسن حاجه خالص، من ناحيه الناس، من ناحيه صحابي، من ناحيه اهلي، من ناحيه المذاكره، من ناحيه نفسي، ما كنتش احسن حاجه نهائي. يعني الفتره اللي فاتت دي ما كنتش مظبوطه فيها في كل حاجه، كان مذاكرتي قليله جدا. لما كنتش بطلع من الأوضة كنت بنام بال14 ساعة. عايزة أقولك على حاجة، بس انت يعني ما تفكرش ان الاكتئاب اللي عندك ده مش عند حد تاني، وان انت بس اللي فاقد الشغف والكلام ده. تمام. مش وقفت الفيديو بس حصل حاجة كده فاضطريت ان انا اوقف الفيديو. تمام. احنا قلنا وصلنا لغاية ايه؟ ان الاكتئاب، ما تفكرش ان انت بس اللي عندك اكتئاب. كله بيجيله فترات بيبقى واقع جدا فيها ومنتظر حد من صحابه يشجعه ووقف ومش عارفه ايه، وللاسف مش بيلاقي حد يشجعه. انا مش هنكر، انا لقيت عادي جدا ناس تشجعني، سواء والدتي، سواء اتنين صحابي، سواء اهلي كلهم، ابويا ومامتي وكله يعني. كله كان بيحاول يشجعني. في ناس كده دايما تلاقيهم في حياتك نعمة، أقسم بالله في أشخاص بتدعمك دايما، سواء انت واقع سواء انت فرحان، في كل الحالات بتدعمك. والناس دي هم عارفين نفسهم، هم ناس مهمة جدا في حياتي وعايزة أشكرهم جدا جدا جدا. ماشي. مش عارفة والله، ممكن مثلا كام واحد يشوف الفيديو ده، بس أيا كان العدد اللي ممكن يشوف الفيديو ده، عايزة أقولك ذاكر واعمل اللي عليك، النتيجة بتاع ربنا. بفضل اقولها في كل الفيديوز ان انت النتيجة دي مش بتاعتك، انت ما تفكرش في النتيجة من دلوقتي. باقي 35 يوم او اقل من كده على امتحاناتك. ذاكر، اعمل اللي عليك، النتيجة بتاع ربنا. هفضل اكررها على طول. لو بدأت دلوقتي والله هتلحق. اقسم بالله في ناس مأجلة وناس مقسمة من دفعة 23 وبعتلي ان هما لسه ما بدأوش، انت متخيل؟ يعني التسويف طبعا، مع احترامي جدا للناس اللي أجلت من السنة اللي فاتت، بس التسويف وإن أنت تهرب من الحاجة بالنوم أو بالموبايل أو أيا كان، تمام، دي حاجة في دمهم ومش هتتغير. ماشي، مش عايزة أكتئب الفيديو ده معاكم يعني وإيه، وعايزين نفك عنكم شوية والكلام ده. أول حاجة عايزة بس أتكلم في بوينت صغيرة جدا، إن هو لو أنت لسه ما بدأتش وعايز تبدأ، هتلاقي لينك قناة التليجرام تحت في صندوق الوصف. هتلاقيها وهتلاقي فيها جدولين، 3 جداول مثبتين، 2 علم علوم وواحد علم رياضة. وبالنسبة لبتاع أدبي خدوا بتاع علم علوم وشيلوا المواد العلمية وحطوا المواد الأدبية. ده بالنسبة للجداول. بالنسبة لأي حد محتاج مني أي حاجة ابعتلي انستا تليجرام، أنا برد على كله. بس صراحة بيقولوا متهكر ومش متهكر، وأنا كل ما أفتح الموقع ده صراحة يجيلي إعلانات كتير وما بيجيليش الرسايل، فعشان كده يعني أنا ما بفتحوش. ايه تاني؟ أول حاجة تاني بس النهاردة أنا هتكرم وهلبس الروب الأسود اللي هموت والبسه ده، وهتشوفوني. ها، هتكملي الفيديو للآخر. بس وايه تاني؟ هنشوف بقى، هنشوف بعد كده، هنشوف بعد. افتكرت حاجة، الساعة 9:30 إن شاء الله هقوم ألبس وأجهز وهوريكوا الدرس قبل ما ألبسه. و يوم مهم بجد والله يا جماعة، حدث عمره ما حصل قبل كده ويا رب يجمع أخي. وشكرا، شكرا لكل الناس اللي كانت معايا على طول، سواء بقى من أهلي، سواء من السوشيال ميديا، سواء الناس اللي بتتفرج عليا ودايما بتشجعني. عايزة أقول لكم شكرا، انتوا في القلب والله. استنى، انتوا في القلب والله. اخ، هتتقبلوني زي ما أنا. مش عارفة الفيديو ده بجد هيطلع ازاي، باخد عليه تريقة شوية من البيت هنا، بس
هتكملوا وتقولوا لي رأيكم عادي، حتى لو وحش قولوا عادي، المهم انه يتقال يعني. وبس كده، نصبر شوية واصور لكم بقى ما البس وبجهز والكلام ده، واصور لكم وانا في الشارع في الحدث المهم، صور في كل الاوقات يعني. في الاخر انت مش هتقفي ايه بقى، لان ده هاخد طريقك، بريك ومش هترجعي ورا او مش تجيبي هناخد نسختك بريك، القديمه لان انا نسختك اعمل حاجات الحاليه مع هي ماما، الاحلى، هي بعد كده الافضل، هي الريل فيرجن، هبدأ هي ان انا النسخه البس الحقيقيه، هي الحاجات دي. النسخه اللي هتكمل. فهتكملي وما تقارنيش نفسك بحد عشان انت افضل. كملي لان دي حياتك انت، كملي لان مفيش رجوع خلاص، كملي لانك بقيتي فاهمه اكتر. مشكلة العطلة بتاع البشرية وهم الناس التوكسيك أو المبدعين في حياتنا، بس دي الكلمة بتاعتي بس أوضحها فيكم. وأوقات التركيز طبعا الكيان اللي أنا بهتم بيه لجنة الصحة النفسية في مجلس كل النساء. معانا المستشار جمال المصري، أفضل هذا الشباب المصري. طبعا المستشار جمال المصري جامعة التعليم وأقرب سبب تقريبا بيشتغل في العمل العام. من 3-4 ايام كنت معاه كده خناقه كبيره كده ناس معينه، قلت له انت مستحمل دي ازاي؟ بس هو اكتر الناس اللي بتشتغل في العالم العام وبتخدم نادي معانا ومعانا. قلت الحسنية الدنيا هي مصر، بلورتك على المسرح وتخيل تراس عليك الراس كتير وسطهم. تحديد استثنائي جدا لأن الإنسان لو في حياته ما حبش نفسه والناس تعرف هو في إنسان غلط. أي نجاح بيبتدي إن أنت تكتشف نفسك، تحب ذاتك، تدور عليها. وعشان كده النهارده موضوعنا النفاعة البشرية. أي إنسان بيدرس الحياة فين؟ طبعا النفس فين؟ طبعا حياتك. الشخصية النفسية بتجعلك مع الشخص يقول لك ايه؟ انا غلطان. مش لازم تحب مشاعر وحضرتك تستجيب. وانا لو شربت ميه شويه ميه من البحر ده دلوقتي منين فعلا؟ بكره طعمه غير. طب لو شربت من البحر اللي هناك اللي عند اسكندريه كلت شويه ميه لقيتهم طعمهم حادق. يا ترى لو رحت السنه الجايه طعم البحر هتغير؟ الشخص بيبان مش محتاج ان هو يعيش معاه ازاي، هو عشان ربنا سبحانه وتعالى ما تجادلش. اتعلم كده في حياتك، طول ما انت ماشي في حياتك اتعلم ما تجادلش. الشخص اللي مش مستني منك كلام، الشخص اللي دايما واقف على الغلطه، الشخص اللي دايما شايف كلامك كله ملوش لازمه، الشخص اللي دايما ما بتقتنعش بكلامك وفي نفس الوقت شايف ان هو على طول صح وانت غلط. فانت كده لما تتجادله انت كده بتضيع وقتك وبتضيع طاقتك وبتضيع صحتك. افضل، هي الريل فيرجن، هي النسخه الحقيقيه، هي النسخه اللي